النهارده معانا فيلم جامد جدا ومن إنتاج سنة 2020 وبيكون من نوع أكشن وجريمة وخيال علمي واسمه بروجكت باور. لكن قبل ما نخش في الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد وعلشان نزود العيلة بتاعتنا كمان. يلا بينا نبدأ الفيلم بتاع النهارده. بيبدأ فيلم النهارده بشخص اسمه باجي، وبنعرف إن باجي ده تاجر مخدرات وبيكون بيتكلم مع الشباب اللي شغالة معاه، وبنلاحظ إن سن الشباب ده صغير، وبنعرف كمان إنه بيكون جايب لهم حاجة جديدة علشان يبدأوا يوزعوها. وبيبدأ يتكلم وبيقول لهم إن الحباية دي نوع جديد جدا لسه نازل، واللي بياخدها بتديله قوة خارقة بس لمدة 5 دقايق بس. وبيعرفهم كمان إن كل حباية بتدي قوة خارقة غير التانية، وفعلا بياخدوا الحبوب دي وبيبدأوا يوزعوها، وبتنتشر الحبوب دي في المدينة بشكل غير طبيعي. وبنيجي لبنت صغيرة اسمها روبن، ودي بتكون شغالة مع باجي وبتكون واقفة بتبيع الحباية لشوية شباب، بس الشباب دول بيبدأوا يضايقوها وبيحاولوا يسرقوا الحبوب اللي معاه. بس بيوصل ضابط اسمه فرانك وبيوقفهم وبيأمرهم يمشوا ويسيبوا البنت، يا إما هيقبضوا عليهم كلهم. وفعلا الشباب بتمشي، وبنتفاجئ إن الضابط ده بيكون عارف روبن وبيشتري منها حباية القوة. وكمان بيبدأوا يتكلموا مع بعض، وبيعرف إن عيد ميلادها النهاردة فبيديلها الموتوسيكل بتاعه هدية. وبنيجي لتاني يوم وبيبقى فيه شخص اسمه ارت وبيروح يزور شخص تاني اسمه نيوت، وبيبقى بيبيع حبوب القوة هو كمان. وبنعرف إن ده ابن عمة روبن، لكن نيوت مش بيبقى راضي يفتح الباب لارت وبيسيبه بسرعة وبيستخبى في البيت. لكن ارت بيكسر باب وبيخش بيدور عليه لأن شكله كده عاوز منه حاجة، وبيلاقيه في اوضته لكن بيبقى معاه تليفون وبيكون بيحاول يتصل بحد. لكن ارت بيصعب عليه وبيأمره يسيب التليفون يا إما هيقتله. وفعلا بيسيب التليفون لكن بيجري بسرعة وبياخد حباية القوة. وساعتها بنتفاجئ إن نيوت اتحول لنار وبيبدأ يهجم على ارت علشان يقتله. لكن بيهرب ارت بسرعة وبينط من الشباك، لكن بيرجع لبيته تاني بسرعة وبيبدأ يملى البانيو مية، وبيهجم على نيوت وبالجاكيت بتاعه بيمسكه وبيحطه في المية. وبيسأله عن التاجر المسؤول عن الحبوب دي، فبيرد عليه وبيقول له اسمه باجي. لكن مش بيكمل كلامه وبينفجر نيوت لأنه أخد جرعة كبيرة من حبوب القوة. وبيطير ارت وبيقع على الأرض من قوة الانفجار، لكن بيغمى عليه. وساعتها بيفتكر الحادثة اللي بنته اتخطفت فيها، لكن بيفوق تاني وبياخد تليفون نيوت وبيخرج من المكان. وبعد ما بيخرج بيبعت رسالة لآخر شخص نيوت كلمه، وبتكون روبن بنت عمه، وبيبعت لها على أساس إنه نيوت، وبيقول لها إنه عاوز يقابلها في مطعم. بنروح لمكان تاني بيكون فيه حرامي سرق بنك، وبتوصل الشرطة وبيكون معاهم الضابط فرانك، وبنعرف إن الحرامي ده أخد حباية القوة وبتخليه يختفي، وكمان محتاج رهاين جوه البنك. فبيستخبى الضابط فرانك وبياخد حباية القوة هو كمان علشان يدخل يقبض على الحرامي. وكمان بيظبط الساعة بتاعته علشان يبقى عارف فاضله قد إيه على انتهاء مفعول الحباية. وبنعرف كمان إن ممنوع على الضباط إنهم ياخدوا الحبوب دي، وبيخش جوه البنك علشان يقبض على الحرامي، لكن بيتفاجئ إن الحرامي بيتلون زي المكان اللي هو فيه زي السحلية بالظبط بسبب الحباية اللي هو أخدها. وبيجي فرانك يقبض عليه لكن بيهرب منه، وبيطلع فرانك يطارده لحد ما بيوصلوا المكان. الحرامي بيطلع فيه المسدس وبيضرب بيه على فرانك، لكن مش بيتأثر بالرصاصة، وبيعرف إن الحباية عطت له قوة الفولاذ وإن جسمه بيبقى ضد الرصاص. فبيقوم يهجم على الحرامي بسرعة وبيبدأ يضرب فيه وبيقبض عليه. لكن بيبقى فيه مأمور واقف بيشوف كل اللي بيحصل، وكمان شافه لما قام بعد ما اتضرب بالنار. فبيرجع المأمور لمركز الشرطة وبيستدعي فرانك، وأول ما بيوصل بيأمره إنه يسلم الشارة بتاعته، وإنه مرفوض بسبب مخالفته للأوامر علشان أخد حباية القوة. فطبعا بيتضايق فرانك، لكن المأمور بيقول له إنه ممكن يرجع للخدمة تاني لكن بشرط واحد، إنه يقبض على مجرم اسمه ارت لأنه الوحيد اللي ممكن يوصل لباجي المسؤول عن توزيع الحبوب دي على الموزعين ويخليهم يبيعوها في المدينة كلها. وبنرجع لارت وبيكون وصل المطعم اللي المفروض يقابل فيه روبن، وبيكون مستنيها، وبعد شوية بيرن على الموبايل بتاعها وبيقدر فعلا إنه يتعرف عليها. وبتخرج من المطعم علشان ما لقيتش ابن عمها، لكن بتتفاجئ إن عجل الموتوسيكل مخروم، فبتضطر إنها تاخد الموتوسيكل وتروح. لكن بيهجم عليها ارت من ظهرها وبياخدها في شنطة عربيته وبيقفل عليها وبيمشي. لكن بتعمل دوشة في شنطة العربية، فبيوقف العربية وبينزل يخرجها من الشنطة وبيخليها تنزل تقعد جنبه. وبيطلع صورة من معالي الشخص اللي خطف بنته وبيسألها عليه لأنه عرف إنه بيبيع حبوب القوة زيها. لكن بترد عليه وبتقوله إنها ما تعرفوش وما شافتوش قبل كده، لكن بتقوله على المكان بتاع المورد اللي بيديها الحبوب دي علشان تبيعها. وبيروح بسرعة على المكان ده، لكن روبن بنت اللذينة بتبعت رسالة من تليفونها لفرانك علشان يجي ينقذها من الشخص ده. لكن ارت بيشوفها وبياخد منها الموبايل بسرعة.
وبعد ما بيوصلوا للمكان ارت بيخلي روبن تدخل تقابل الشخص ده على اساس انها جايه تاخد منه الحبوب علشان تبيعها. فبتخش علشان تقابل المورد في المكتب وبتسمع كلام ارت، لكن اول ما بتدخل له بتعرفه ان الشخص اللي معاها عاوز يقبض عليه، فبياخد حبايه القوه وبيطلع له، وبتحصل ما بينهم خناقه قويه جدا وبيبداوا يضربوا نار على بعض. فبيتصاب ارت لكن بيدخل بسرعه للمكتب، فبيلاقي روبن جوه، وبيلاقي كمان اجهزه كمبيوتر عليها بيانات لاشخاص كتير، وبيعرف ان الاشخاص دول هم الناس اللي بتاخد حبوب القوه. فبيكتشف ان الحبوب دي جواها جهاز تتبع، وكمان بيتفاجئ لما بيعرف ان الحكومه هي اللي بتساعد باجي انه يوزع الحبوب دي في المدينه، وده طبعا علشان يجربوا تاثير الحبايه دي على سكان المدينه. وبتستغل روبن فرصه ان ارت مشغول وبتهرب بسرعه من المكان، لكن بتتفاجئ بالموزع في المكان وبيبدأ يهجم عليها، لكن بيطلع ارت بسرعة من المكتب وبيهجم عليه لحد ما بيخلص عليه. وبيطلب كمان من روبن انها تساعده وما تسيبوش، وبيعرفها كمان انه بيعمل كل ده علشان بنته مخطوفة وانه بيحاول يرجعها. فبتوافق روبن وبتاخده كمان للعيادة وبتخيط له الجرح بتاعه. وفي نفس الوقت بيكون الضابط فرانك وصل لبيت روبن، لكنه بيتفاجئ بوجود ضباط بيحققوا مع امها، وكمان بيعرفوها انهم اخر مرة شافوها كانت مع المجرم ارت، وده شخص مطلوب القبض عليه. فبيدخل بسرعة من الشباك بتاع البيت وبيعمل نفسه صديق والدة روبن، وبيصورهم بالموبايل وبيهددهم انهم لو ما مشوش دلوقتي هينزل الفيديو على النت ويقول عليهم انهم عنصريين. وفعلا بيضطروا انهم يمشوا، لكن بيطلع وراهم فرانك بسرعة وبيلزق الموبايل بتاعه في العربية بتاعتهم علشان يعرف مكانهم اللي هم رايحينه. وفي نفس الوقت بتكون روبن خلصت تخييط الجرح بتاع ارت وبتبدأ تتكلم معاه وبتعرفه انها بتحب الراب وكان نفسها تطلع مغنية راب مشهورة. وبيتكلموا شوية مع بعض، وبعديها بيخرج ارت من العيادة وبيجي يركب عربيته، لكن روبن بتوقفه وبتعرض عليه انها تساعده في رحلة البحث عن بنته لحد ما يلاقيها مقابل انه يديها $5000. فبيوافق ارت بسرعة وبياخدها وبيمشوا، وبيبدأ بقى يتكلم معاها وبيعرفها على نفسه وبيقول لها انه كان ضابط في الجيش الامريكي وكان عايش حياة سعيدة مع عيلته، لحد ما في يوم جت شركة ابحاث تبع الجيش اسمها تيليوس. الشركة دي قررت انهم يعملوا شوية ابحاث جينية عليه وعلى شوية ضباط شبهه، وكمان عرضوهم على اجهزة اشعة، وكان الغرض من التجارب دي انهم يحولوا الضباط دول لابطال خارقين. لكن التجارب دي فشلت على كل الضباط اللي اتعملت عليهم التجربة ما عدا هو، لكن للأسف بسبب القوة دي أذى ناس كتيرة جدا وماتوا بسبب الموضوع ده. فهو قرر انه يتخلى عن القوة دي، وكمان قرر انه يخرج من الجيش. وبعد سنتين جاله بنت جميلة اسمها تريسي، لكن كان ملاحظ ان تريسي مش بتتعب خالص ولا بيجيلها اي مرض، واكتشف بعد كده انها ورثت منه القوة الخارقة دي، وكمان اكتشف انها كل ما كانت تكبر كانت قوتها الخارقة بتزيد، وان دي الطفلة الوحيدة اللي كان عندها قوة خارقة من غير ما تاخد حبوب او اي حاجة. لكن للاسف شركة تيليوس بتاعت الابحاث عرفوا بخبر تريسي، وساعتها قرروا انهم يخطفوها علشان يعملوا عليها ابحاث وتجارب. وبعد شوية بيوصل ارت للمكان بتاع الموردين اللي بيوزعوا منه حبوب القوة، وبيطلب من روبن انها تفضل في العربية، وبيروح لحارس الامن وبيضربه وبياخد منه الهدوم بتاعته. وبيدخل المكان وبيشوف التاجر بيجي وهو لامم حوالين منه شوية مستثمرين، وبيكون بيتكلم معاهم عن الحبوب الجديدة، وبيعرفهم ان الحبوب دي مصنوعة من جينات الحيوانات وانهم اخدين كل الصفات المميزة بتاعتهم. وبيعرفهم كمان ان كل حباية من الحبوب دي بتدي الانسان قوة مختلفة عن الحباية التانية. وفي نفس الوقت بيوصل الضابط فرانك للمكان اللي وصل فيه الضباط اللي لزق تليفونه في عربيتهم، وبيبقى نفس المكان اللي موجود فيه ارت وروبن. وبيتفاجئ بوجود روبن وبيكون عارف انها جايه مع ارت، فبيسالها عليه عشان يقبض عليه ويسلمه، علشان زي ما المأمور اتفق معاه ان ده شرطه الوحيد علشان يرجع للخدمه تاني. لكن روبن بترفض تقول لفرانك على مكانه، وبتعرفه ان هو مش مجرم ولا حاجه، بالعكس ده طيب جدا وبيدور على بنته المخطوفه. وفي نفس الوقت بيكون بيجي خلى واحده من البنات اللي شغاله معاه تجرب الحبايه قدام المستثمرين، واول ما البنت دي بتاخد الحبايه بتكون اكتسبت قوه التجمد، فاي حاجه بتلمسها البنت دي بتتجمد في ثانيه. وبيكون ارت داخل لبيجي، لكن بيلاقي شخص من الحراس فبيقتله وبيخش يتكلم معاه، وبيكون ارت معاه مسدس بس مداريه، وبيساله عن مكان بنته، لكن للاسف واحده بتكون معديه وبتشوف جثه الحارس اللي مقتول فبتفضل تصرخ جامد. فبيخاف المستثمرين طبعا، وبيدخل الحراس بتوعهم وبيثبتوا بيجي ورجالته، لكن ساعتها بيكون ارت ماسك بيجي مثبته بالمسدس وواقف ما بينهم،
ومرة واحدة بتبدأ معركة قوية بين الحراس كلهم وبيموتوا بعض. فبيستغل ارت الفرصة وبياخد بيجي وبيسأله عن الشخص اللي خطف بنته، فبيرفض انه يتكلم، لكن ارت بيهدده وبيقول له انه لو ما اتكلمش هيقتله. فبيقول له انه بنته موجودة على سفينة كبيرة هنا في المينا، بس بيدخل فرانك في اللحظة دي وبيأمرهم انهم ما يتحركوش هما الاتنين. فبيطلع بيجي حباية القوة وبيكون شايلها في السلسلة بتاعته وبياخدها، وبيتحول بيجي لوحش عملاق جدا وبيبدأ يجري وراهم هما الاتنين علشان يقتلهم. لكن ارت بيضرب نار على ماسورة غاز وبيفجر المكان بحاجة وبيخرجوا كلهم من المكان، لكن فرانك بيقبض على ارت وبيركبوا العربية علشان يوديه للمركز عند المأمور. لكن وهما ماشيين في السكة بيتكلم ارت مع الضابط فرانك وبيعرفه ان هو مش مجرم ولا حاجة، وانه ما عملش حاجة علشان يتقبض عليه، وكمان بيفهمه انه بس بيدور على بنته علشان شركة تيليوس بتاعة الابحاث خطفتها، وكمان بيستخرجوا المادة اللي بيصنعوا منها حبوب القوة دي من دم بنته، وبيعرفوا كمان انها موجودة على سفينة كبيرة في المينا، وبيطلب منه انه يساعده علشان يرجعوا بنته. فبيقتنع فرانك بكلامه وفعلا بيقرر يساعده انه يرجع بنته المخطوفة. وبيتحركوا على المينا اللي موجودة فيها السفينة اللي عليها بنته، وبيتفق مع فرانك انه يسلموا رجالة الدكتورة كارنر اللي خطفت بنته تريسي، وفعلا بيقبضوا عليه وبيدخلوه جوه المينا. وبتكون روبن موجودة علشان تساعد ارت، وبيشوفها الضابط فرانك وبيقنعها انه موجود هنا علشان يساعد ارت انه يرجع بنته مش علشان يقبض عليه، وبيقول لها انها تفضل موجودة هنا، وبيديها سماعة علشان تعرفوا ايه اللي بيحصل بره المينا، ولو حاجة حصلت تبلغوا على طول. وبيسيب روبن وبيدخل المينا، وهو داخل بياخد حباية القوة وبيعدي على البوابة، لكن بيمنعوا الحارس اللي موجود هناك. وساعتها بيخش فرانك برضه فبيضرب الحارس عليه نار، لكن طبعا الرصاص مش بيأثر فيه لانه لسه اخد حباية القوة. وفي نفس الوقت بتوصل الدكتورة جارنر لارت وبتفهمه ان هي بتعمل كل التجارب والابحاث دي علشان تطور من الجنس البشري، وان جينات بنته القويه جدا هي السبب في الموضوع ده، وان بنته هتفيد البشريه كلها. وبعد ما بتخلص كلامها بتؤمر رجالتها انهم يحبسوه في المركب، فبيصعقوه بالكهرباء وبياخدوه للسفينه من جوه. وساعتها بيجي له حارس موجود هناك يراقبه، وارت بيكون واقع على الارض، وبيدخل للسفينه من تاني علشان يدور على بنته. في نفس الوقت بتكون روبن داخله للسفينه اللي فيها ارت، وبتقابل فرانك وبيكون موجود في اوضه المراقبه، وبيأمرها انها تفضل موجوده هنا تراقب الكاميرات وتبلغه بكل حاجه من خلال السماعه اللي عطاها لها، وبيسيبها وبيطلع علشان يساعد ارت. وبتيجي لروبن فكره انها تشغل جهاز الانذار علشان تلهي الحراس اللي موجودين، ففعلا بتشغله وبتأمر جارنر رجالتها بسرعه انهم يروحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل. فبيروح واحد من رجالتها لأوضة المراقبة علشان يشوف ايه اللي بيحصل، لكنه بيلاقي الباب مقفول، فبياخد حباية القوة وبيكسر الباب. وفي نفس الوقت بتروح جارنر لقبطان السفينة وبتأمره انه يتحرك بعد ربع ساعة بالظبط، وبروح لروبن ومن خلال كاميرات المراقبة بتعرف مكان تريسي وبتقرر تروح تنقذها. نرجع لفرانك وبنلاحظ ان في شخص ماشي وراه وبياخد حباية القوة وبيهجم على فرانك من ظهره، وبيبدأوا يضربوا في بعض شوية، وبتشوفهم روبن من الكاميرات وبتساعد فرانك من خلال انها تقفل الباب على ايد الشخص ده. وفي نفس الوقت بيوصل ولس للأوضة اللي روبن فيها وبيكسر الباب، لكن بتهرب روبن بسرعة، وأول ما بيدخل الأوضة بيتفاجئ إن الكاميرات المراقبة مكسورة. وساعتها جارنر بتكلم ولس في اللاسلكي وبتأمره يرجع لأوضة أرت علشان ما يهربش، وبيكون أرت ساعتها مربوط وبيقنع الحارس اللي بيراقبه إنه يديله 100,000 دولار مقابل إنه يفكه. وبيوصل ساعتها ولس وبيجي يهجم على أرت، لكن بيظهر فرانك من وراه وبيحدف البندقية لأرت وبيقتله على طول. وبتكون روبن ساعتها قدرت إنها توصل لأوضة تريسي وبتحاول تهربها، واول ما بيطلعوا بتقابل تريسي ابوها وبيقرروا يمشوا من المكان بسرعه، لكن بيتفاجئوا بوصول رجاله جارنر وبيهجموا عليهم ومسكوا روبن. فبيقرر ارت انه ياخد حبايه القوه علشان ينقذهم ويخلص على الحراس، وبيؤمر فرانك انه ياخد روبن وبنته ويخرجوا من المكان بسرعه. وفعلا بيستخدم ارت قوته الخارقه وبيخلص على اللي موجودين كلهم، لكنه بيفقد الوعي علشان استخدم كل قوته وبيكون مقرب يموت، لكن بتيجي بنته وبتستخدم قوتها الخارقه وبتساعده، ولما بيفوق بيركبوا قارب النجاه بسرعه وبيهربوا. وبيجي تاني يوم وبيشكر ارت روبن على المجهود الكبير اللي عملته معاه، وبيخليها تاخد شنطة من العربية تبقى مليانة فلوس. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، وما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.